إذا في حراسة المرمى سيبدأ بالدولي البلجيكي تيبو كورتوا. أما في خط الدفاع المكون من الوافد الجديد الإسباني ديرهاوسن إلى جانب إيدر ميليتاو ثم أرنولد وكاريراس. في خط الوسط سيبدأ بالدولي الفرنسي تشواميني ثم أيضا أردا غولر إلى جانب فيدي فالفيردي. وفي خط الهجوم سيبدأ بالثلاثي المكون من فينيسيوس جونيور ثم رأس الحربة كيليان امبابي والى جانب الوافد الجديد الارجنتيني ماستانتونو. اذا ريال مدريد سيخوض هذه المواجهه بكل جديه لكي يحصل على النقاط الثلاث، وبالتالي فهو الان يبدا مساره الجديد نحو اللقب على ارضيه ملعب سانتياغو برنابيو. وبالتالي هنا فتشافي الونسو لا بد له ان يبرز وان يظهر امكانياته الخاصه لكي ياخذ بسفينه النادي الملكي الى بر الامان. وهنا في الأخير أطرح لكم سؤال مفتوح. إذا ما هو توقعكم لنتيجة المباراة؟ هل ريال مدريد سيحقق هذا الانتصار أم أن المباراة ستنتهي بكافة التعادل بين الفريقين؟